صباح الخير. هنتعلم في فيديو النهاردة طريقة تحضير البودنج وكمان بطعم الشوكولاتة والكراميل، ميكس ما بين الكاستيلا بودنج بطعم الشوكولاتة، وكمان هتكون بطبقة كيك وكراميل من قاعدة الأكواب من تحت. هتكون طعمها لذيذ جدا، قريبة من كيك قدرة قادر بس على الطريقة الكورية. هيكون تحلية لذيذة جدا ومناسبة لشهر رمضان الكريم. اول طبقة عندي هبتدي احضر الصوص الكراميل، هيكون في قاعدة الاطباق من تحت. عندي حوالي 3 ارباع كوب من سكر جوز الهند في طاسة سخنة على النار، هبتدي اضيفه، وكمان هبتدي اضيف حوالي 4 معالق من المية، 4 معالق كبيرة من المية. طبعا كل المقادير بالتفصيل بالاكواب والجرامات بكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس، ممكن ترجعوا لها في اي وقت. بعد كده هبتدي يدوب السكر وكمان المية، هيعمل عندي كراميل باللون دوت. هبتدي استمر. التقليب بيكون بالطاسة مش بالسباتولا في أول مرحلة في الكراميل، علشان الجوانب ما يلزقش فيها السكر وبعد كده يبوظ من الكراميل ويتسكر مرة تانية. مهمة جدا الخطوات دي عشان أحصل على كراميل ناجح. يعني أحرك الطاسة نفسها، ما أحركش بالسباتولا أو بالمعلقة. زي ما احنا ملاحظين ابتدى عندي يتكرمل وياخد اللون المظبوط. بعد كده ابتدي اضيف 1 جرام من الملح. اضافة 1 جرام من الملح بتدي طعم حلو جدا للصوص الكراميل او صوص التوفي بشكل عام، لان بتبقى بتعادل طعم السكر ما بين السويت اند ساور، وبيدي نكهة حلوة جدا. بعد كده في الخطوة دي ابتدي اقلب بالسباتولا عادي بعد ما داب السكر مع المية وعطاني اللون المظبوط. وبعد كده هبتدي دلوقتي ارفعهم على النار. ده القوام اللي انا محتاجاه، والكمية دي هتكفي تقريبا ل4 اكواب. ممكن لو عاوزين نضاعف الكمية هنضاعف الكمية بنفس المقادير، وكمان هنبتدي نزود في عدد الاكواب على حسب الافراد الاسرة او الاحتياجات. بعد كده وهو ساخن كده ومذاب على طول في الأكواب الحرارية اللي بتستحمل الحرارة، مهمة جدا الخطوة دي. ابتدي أضيف الكراميل وهو مذاب وسخن جدا. ودي هتكون أول طبقة من التحلية الباردة اللذيذة جدا بطعم الكراميل والشوكولاتة. هنتقل بعد كده لطريقة تحضير الكاستر في البيت بدون ما نستخدم البواكي الجاهزة. عندي 3 بيض بدرجة حرارة الغرفة، ضفت ليهم الفانيلا. هبتدي اقلب كويس جدا وبعد كده هبتدي اتركهم جانبا. عندي حوالي كوب من الحليب البارد بدرجة حرارة الغرفة. هبتدي ارفعه على النار في كسرولة سخنة، وبعد كده هبتدي اغليه كويس جدا. مهمة جدا غلي الحليب علشان اعمل الكاستر في البيت ويديني نتيجة مظبوطة. ودي هتكون الطبقة التانية اللي بعد صوص الكراميل. ضفت حوالي 2 معلقة كبار من الحليب المحلى المكثف عشان يديني طعم الكراميل والكاسترد زي اللي بيتباع جاهز بالظبط في المحلات. هقلب الحليب المحلى المكثف كنت محضراه في فيديو سابق بمكونات صحية، ممكن ترجعوا له وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. بعد كده ابتديت اضيف الحليب وهو ساخن على البيض وصفيته كويس جدا. مهمة جدا الخطوة دي عشان ما يكونش فيه اي تكتلات. هقلب كويس جدا مزيج الحليب الساخن مع البيض بعد ما دوبته في الفانيلا وكمان رشة الملح. وهبتدي اقلب كويس جدا علشان يندمج جدا معايا، وهيكون عندي كاستر لذيذ جدا وكمان بمكونات صحية بدون مواد حافظة. مهم جدا استمر في التقليب علشان البيض ما يستويش عندي، مهم جدا السرعة في التقليب في الخطوة دي. بعد كده هبتدي اتركه جانبا واحضر الطبقة الثالثة والاخيرة اللي هي بتاعة طبقة الكيك بطعم الشوكولاتة. عندي 3 بيض بدرجة حرارة الغرفة، ضفت ليهم الفانيلا ورشة من الملح، وهخفق كويس جدا عشان احصل على كيك هش، كيك اسفنجي ناعم. مهم جدا ان يكون طبقة الكيك تكون عالية وهشة جدا علشان ما تنزلش مني وتسقط وتكون التجربة مش ناجحة معايا. مهم جدا ان يكون القوام الكيك هش اسفنجي علشان يعلى عندي من فوق، وتكون عندي طبقة الكيك تكون من فوق، وكمان تحتيها طبقة الكاسترد والطبقة الأخيرة وهي طبقة الكراميل. هخفق كويس جدا عشان احصل على قوام عالي وفاتح جدا للبيض مع الفانيلا علشان تديني قوام هش جدا وكيك اسفنجي عالي جدا وناجح. مدة الخفق لا تقل من 7 ل 8 دقايق عشان احصل على القوام دوت.
بعد كده اضيف استevia او ممكن اي نوع سكر بنفضله، ممكن سكر جوز الهند لو محضرة للاطفال، وهيكون الوصفة لذيذة جدا. هبتدي دلوقتي اضيف المكونات الجافة. ضفت حوالي معلقتين كبار من الدقيق جلوتين فري، ممكن اي نوع دقيق متعدد الاستخدامات على حسب الوصفة او حسب احتياجاتكم. بعد كده هبتدي اضيف ليها معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى عشان تديني طعم كيك الشوكولاتة، وهيديني طعم حلو جدا. ممكن لو حابين الكيك بالفانيلا يبقى هنكتفي بالدقيق فقط، بس هنزود طبعا كمية الدقيق، بدل ما يكون معلقتين كبار هيكون 3 معالق كبار من الدقيق لو حابين الكيك بطعم الفانيلا مش بالشوكولاتة. بس انا حبيت يكون طعم ميكس ما بين كيك الشوكولاتة وكمان طبقات الكاستر، بتدي طعم حلو جدا. بكده بعد ما خفقت المكونات الكيك زي ما احنا ملاحظين الكيك هش وعالي لفوق، منزلش عندي لتحت. ده دليل على قوام مظبوط بتاع الكيك، يكون كيك هش. هبتدي اضيف حوالي 2 كوب من المية المغلية، وبعد كده هبتدي اضيفهم على الفرن، في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 150. هيقعد تقريبا 45 ل 50 دقيقة، هتكون عندي طبقات كيك ناجحة جدا ولذيذة. طبعا هسيبهم يبردوا تماما علشان احصل على قوام مظبوط للكيك وطبقات الكيك، وبعد كده هبتدي للمرحلة الاخيرة وهي مرحلة التزيين. اي تزيين بنفضله، ممكن خطوط عشوائية من اي صوصات كنت محضراها في تزيينات كتيرة سابقة، او ممكن نعملها على شكل الكوري شوية وهي هتكون شكل الدبدوب. هنعمل بالشوكليت شيبس تزيين بالودان من فوق، وبعد كده شوكليت الوايت هبتدي اعمل الانف، وكمان هبتدي اضيف ليها شوكليت شيبس كمنظر للعيون والانف. وده شكلها بعد التزيين. قدمتها باكواب لذيذة جدا. بعد ما بتبرد هيكون حلا بارد بثلاث طبقات مختلفة، طعمها لذيذ وبمكونات صحية، تحلية مناسبة جدا لشهر رمضان وبطعم جديد وبشكل جديد. واشوفكم على خير.